السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ آمنة المراكشية. اليوم نحضروا كويرات البطاطا الرائعة، كيجيو غزالين في المذاق ولذاذ بزاف. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. ما تنساوناش اضغطوا على زر الأحمر أبوني وديروا جيم ونخرطوا في القناة ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديدة. بسم الله. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا 3 الحبات تاع البطاطا متوسطين. هاد البطاطا قدناها سلقناها بشويه الماء والملحه، 2 معالق كبار تاع قزبر معدنوس، 2 معالق كبار تاع الزيتون على هذا الشكل. كنقطعوا قطع صغيره، علبه الطونه، 2 حبات نتاع الفرماج، اي نوع ديال الفرماج، بيضه وحده صغيره تكون صغيره، نص معلقه صغيره تاع السودانيه اي فلفل حار، معلقه صغيره ديال التحميره اي الفلفل الحلو، قليل من الملح حسب الذوق. بسم الله. بعد ما نقينا البطاطا قطعنا هذا الشكل، الان كنحاولوا نعصوها. صبح لنا عجين. بسم الله. الان كنمزجوا الكل. كناخذ هذا الزيتون بعد ما قطعنا على هذا الشكل قطع صغيره بزاف، قزبر معدنوس، علبه الطونه، تحميره الفلفل الحلو، السودانيه، ملح حسب الذوق، قليل من الملح، بيض، فرماج، وكنمزجوا الكل مزيان على هذا الشكل. بسم الله. بعد ما مزجنا الخليط بحال هذا الشكل كناخذوا شويه الزيت وكنبقاو نديروا كويرات. وبالنسبه للزيتون اللي ما كيبغيش، بحال بالنسبه للدراري اللي ما كيبغيو الدراري الصغار تيجي بنين، ولكن كاين اللي ما كيبغيش في الدراري، كناخذوه على هذا الشكل حسب الحجم اللي بغيتو. ها هو كنوضعو في الطاوه في هذا الورق، كنبقاو مستمرين حتى نكملوا الكل. كنحاولوا نديروا يدينا باش ما يلصقش لينا البطاطا، راه كتجي لذيذه بنينه بزاف، وكنبقاو مستمرين حتى نكملوا الكل. بسم الله. بعد ما كورناهم صبحوا على هذا الشكل، الان كنضعهم في الثلاجه مده تقريبا 15 دقيقه حتى يتماسكوا بعض الشيء. بسم الله. بعد ما تماسكوا الكويرات خرجناهم من الثلاجه، كناخذوا الدقيق، عندنا هنا البيض، عندنا هنا شابلور، هذا هو الخبز كناخذو كنلبسو شويه وكنطحنو كيصبح على هذا الشكل، اما كنصايبو في الدار اما راه كيتباع. بسم الله. كناخذوا هاد الكويرات كنوضعوهم في الدقيق. هانتوما كتلاحظوا بان باش ما درناهم في الثلاجه كيتماسكوا لينا مزيان وكيساعدونا على هذا الشكل. من بعد كنوضعوهم في البيض. بعد ما كنوضعوهم في البيض كيصبحوا على هذا الشكل. كنوضعوهم في لاشابلور، كنبقاو مستمرين باش كيعطينا هاد الفورم قاده، كيساعدنا دغيا. كنعاودو نردوهم للمكان ديالهم نفس الشكل اللي درنا الاولى، نحاولو نديرو الثانيه، وكنبقاو مستمر على هذا الشكل حتى تنكملوا الكل. بسم الله. بعد ما كملنا جميع الكويرات ديالنا، الان غادي نوضعوه في الثلاجه مده تقريبا 15 دقيقه حتى يتماسكوا بعض الشيء. بعد ما خرجنا الكويرات من الثلاجه ردينا الزيت كتسخن، راهي سخونه. الان غادي نوضعو في هاد الكويرات، غنقيو في هاد الكويرات، راه كيجيو رائعين ولذاذ وبنان، راه يبغيوهم وليداتنا بزاف. بسم الله. بعد ما وضعناهم على هذا الشكل غنتركهم حتى يتحمروا من التحت وكنقلبوهم. بسم الله. بعد ما طابوا الكويرات تاع البطاطا من التحت، الان غادي نحاولوا نقلبوهم باش يتحمروا لنا كذلك من على هذا الشكل. هانتوما كنتركهم حتى يتحمروا وكنحيدوهم، كنبقى مستمر حتى نكملوا الكل. بسم الله. بعد ما طابوا الكويرات تاع البطاطا من التحت، الان غادي نحاولوا نقلبوهم باش يتحمروا لنا كذلك من على هذا الشكل. هانتوما كنتركهم حتى يتحمروا وكنحيدوهم،
كنبقاو مستمر كنحملو الكل. بسم الله. بعد ما طابو هانتوما كتلاحظوا الان غادي نحاولوا نحيدوهم ونقدموهم. الشكل النهائي ديال الكويرات ديالنا كيجيو على هذا الشكل، كيجيو رائعين ولذاذ وبنات. بالاخص هذيك الحشوه اللي عملنا ليها كتجي واحد البنه رائعه. كنتمنى تعجبكم وغادي تعجبكم. هي جربوها وبارطاجوها مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.